يحكى عن مالك بن نبي رحمه الله، وهو أحد أهم المفكرين الجزائريين المعاصرين، أنه زار مرة أحد المطاعم الفرنسية، وكان ذلك في الفترة التي ذهب فيها طالبا للعلم بعد عام 30,900 وألف. جلس في طاولة فخمة ينتظر النادل وحيدا وسط مجتمع جد راق يثقبه بنظرات عميقة لها معاني كثيرة. وبعد انتظاره برهة من الزمن وصل لمالك بن نبي ما طلب من طعام، فسمى الله وشرع في تذوق الطعام على الطريقة التقليدية رغم فخامة المطعم. وبينما هو يأكل بيديه كما يفعل الكثيرون خاصة في الأكلات الشعبية الجزائرية، تقدمت نحوه سيدة راقية أنيقة المظهر، فقالت له هازئة مشيرة إلى الشوكتين، وكانت تقصد لما صنعت هاتان، فنظر إليها مالك بنظرة الواثق بنفسه وأجابها قائلا: لقد صنعتا من أجل الأيادي المتسخة ويداي نظيفتان. كان هذا الجواب كافيا للسيدة ليجعلها تستدير وتترك المطعم بسرعة.